اهلا بيكم فيديو جديد وفكرة جديدة لاكسسوار وحلق شيك وسهل وبسيط وترندي جدا. حلقنا النهاردة موجود باشكال كتير قوي، وتقدري تستخدمي بواقي الخرز اللي موجودة عندك. بنحتاج الحلقان دي بتتباع فاضية كده، بتجيبيها وبتستخدمي معاها اي بواقي خرز موجودة عندك، لو لولي لو كريستال لو مط او شفاف اي حاجة. انا هنا مستخدمة معاكم اللولي، ومستخدمة ماتش كولر مط مقاس 8 ولون سادة كمان هنجربه مع بعض. الطريقة سهلة جدا وفكرتها سهلة جدا ومش هتكلفك حاجة خالص. بنجيب الحلق العادي بتاعنا ده، بنفتحه ونحاول ندخل الخرز بتاعنا، تكون الخرز فتحته كبيرة واسعة انها تدخل من الحلق نفسه، وندخل اي شكل باي حجم باي لون انت عايزاه. وتقدري تعمليها بطريقة سهلة خالص. ممكن تستخدمي خراستين زي دول كده، مش شرط نملى الحلق كله للاخر. ممكن تدخلي 2 3، ممكن نعمل نص الحلق، ممكن نعمل الحلق كله، وده يخليكي تجيبي افكار كتير باشكال والوان كتيرة قوي. كده الحلق يعتبر خلص معانا بطريقة سهلة جدا، وما خدش مننا وقت ولا خد مننا خرز ولا خد مننا اي حاجة خالص. كمان هجربها لكم بالماتش كولر وهملا لكم الحلق كامل. هندخل برضو نفس الفكرة، بندخلها في الحلق وبنملى الحلق زي ما احنا عايزين، يا بنملى الحلق كله او نصه، او ممكن تحطي مجموعة صغيرة بس تحت في الاخر. طريقته سهلة جدا جدا جدا، وتقدري تستخدميه بواقي الخرز اللي بتفضل معانا بعد ما بنخلص شغل. بيفضل بواقي الخرز تقدري تستخدميها في اكسسوارات، ودي فكرة من افكار كتير قوي بنقدر نستخدمها من بواقي الخرز. هنكمل الحلق كله لحد ما احنا عايزين. شكله شيك جدا جدا جدا، وتقدري تختاري الالوان اللي انت عايزاها، وتقدري تكوني ماتش كولر بالوان انت، اي الوان انت عايزاها. هنشتغل برضو على الفردة التانية، وبدخل الوان عشوائي، مش شرط يبقى بترتيب معين. ده بدخله بطريقة عشوائية بتدي شكل احلى كتير. كله طريقة واحدة، لكن الخرز بتختاري اي لون واي نوع تقدري تستخدميه عادي. كده كمان الفردة التانية خلصت معايا، وكده الحلق خلص. ما خدش خرز، ما خدش وقت، ما خدش اي حاجة خالص. ودي فكرة تانية من الافكار اللي احنا استخدمناها. ممكن لولي وممكن ماتش كولر وممكن كمان لون سادة، وده اللي هستخدمه معاكم نجربه معانا مع بعض. ده لون بني كريستال مط مقاس 8. بجيب برضو الحلق بتاعي عادي، بيتباع حلقان زي دي كده عادي فاضية خالص. بجيبها وبدخل فيها كل اللي انا عايزاه. ممكن ادخل فيها حروف، ممكن ادخل لولي، ممكن ادخل كريستال، ممكن ادخل السداسي، ممكن ادخل محقون. هيديكوا افكار كتير جدا باشكال كتير جدا جدا جدا. نفس الحكاية هنا برضو، انا هدخل الخرز بتاعي مقاس 8. انا مستخدمة مقاس 8، لكن اللولي مقاس 10. عشان كده انا ما كترتش في الحلقة عشان وزنه ما يبقاش تقيل. لكن لو عايزاه كله لولي ممكن استخدم مقاس 8. هدخل كل الخرز بتاعي
لحد ما انا عايزة. ممكن املاه كله، ممكن نصه زي ما قلت لكم قبل كده. والفردة التانية بتكون زيها بالظبط. برضو بدخل زي ما دخلت في الاول، ادخل في التانية عشان تبقى قد بعض، شكلهم قد بعض، ما يبقاش فيهم خالص زيادة عن واحدة زيادة عن تانية. وبكده تبقى برضو الفردة التانية خلصت معايا. وده بيبقى شكل الحلق اللي بيبقى بألوان سادة. طيب انا عشان لو بعمل مشروع وعايزة الشغل بتاعي يبقى كويس، بجيب ورق التغليف العادي ده على قد الحلق بتاعي، وبدخل فيه الحلق عشان يديها منظر حلو ومنظر شيك في مشروعي اللي انا بستخدمه. عشان دخلتها فيها عادي، وبشيل اللزق وبقفلها كويس، وبتفضل معايا القطعة شكلها حلوة وشكلها شيك. برضو هغلف معاكم الحلقين التانيين. كل دي تكلفات بسيطة خالص، مش هتكلفك كتير، لكن مشروع مربح وحلو جدا وسهل جدا وبسيط جدا. وانا حاولت اديكوا افكار بانواع مختلفة والوان مختلفة، وواحد فيه 2 لولي بس كبار، وممكن املى الحلقة عادي زي ما انت عايزة. تقدري تعملي منه اشكال كتير جدا. وده بيبقى شكل الحلق بتاعنا في الاخر. اتمنى يكون عجبكم، وياريت اللي مش مشترك في القناة يدعمني باشتراكه، واستنونا في فيديوهات جديدة جاية.